اهلا بيكم. دلوقتي هوريكم طريقه توست البودنج بالمشروم والبصل. اول حاجه هنعملها ان احنا هنضرب البيض، هنحط الكريمه، الملح، الفلفل، النص برضو المقدار بتاع البابريكا معانا، والهوت صوص. هقلب دول كله مع بعض. هنبتدي بقى نعمل البصل دلوقتي. الطاسه بس تسخن شويه، نحط الزبده. اول ما الزبده تسيح نحط البصل. زي ما انتم شايفين بقى البصل مش مبشور عشان ما ينزلش ميته، انا عايزه النكهه بتاعته من غير ما ينزل الميه بتاعته، مش عايزاه يصفر لان لسه هحط المشروم والثوم. هنحط عليها بقى بقيه البابريكا، وحطينا فلفل اسود، ادينا حبه ملح، هنقلب شويه. نحط بقى المشرومز، هنقلب شويه برضو. واخر حاجه بقى هعملها هحط الثوم، عشان لو حطيته في الاول هيغمق ويبقى بني ويبقى بقى حمو رهيب طول الليل وتقيل قوي عليكم. انا كده خلصت، يا دوب حطيته طلع ريحته بس. هنحطه بقى على خليط الكريمه بالبابريكا والملح والفلفل، هنقلبه بس تقليبه كده. هنحط بقى العيش. اهم حاجه العيش، كل ما نشف كل ما كان احسن، لان كل ما بينشف بيمتص اكتر الكريمه والحاجات دي، يبقى طعمه احلى العيش من العيش نفسه. هنحطه بقى في بايركس. هرش بقى عليه جبنه بارميجان مبشوره، لو ما عندكوش بارميجان حطوا شيدر يعني. هنجيب صينيه اكبر فيها ميه ربعها تقريبا، انا لو حطيتها من غير ميه تحتها هتتحرق من كل ناحيه، انا عايزاها تاخد وقتها في الفرن. هنعرف انها استوت ازاي لما نحط زي الكيك كده، لما نحط السكينه او الشوكه او حاجه وتطلع نظيفه تبقى هي استوت خلاص. كده زمان البودنج خلص. تعالوا يلا بقى نشوفه. زي ما شفتوا عملنا وصفه حلوه قوي قوي بحاجه ممكن لو انتم مش عايزينها بدل ما ترموها تعملوا بيها الاكله دي. جربوها هتعجبكم قوي. بون ابيتي.